السلام عليكم. أهلا بكم في مطبخي، المكان اللي بتحولي فيه أبسط المكونات لأروع الأكلات بطريقة سهلة وبسيطة، نتيجة مضمونة إن شاء الله. معانا النهاردة كنافة بالمانجا، طريقة سهلة بسيطة، أفضل من المحلات. نبدأ ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معانا نص كيلو من الكنافة، عليهم 3 معالق من السكر البودر، بتقلبيهم كويس مع بعض. هنا معاكِ حرية الاختيار في طريقة تفكيك أو طريقة قص أو طريقة الكنافة بتاعتِك، تضربيها في الكبة أو إن أنتِ تقصيها بالمقص أو إن أنتِ تفركيها تحطيها في الdeep freezer وتفركيها بعد ما تتجمد، براحتك، المهم تبقى معانا ناعمة بالمنظر ده. ومعانا كوباية من السمنة، طبعًا كل ما كانت السمنة نوع السمنة ممتاز، كل ما خدتِ نتيجة مضمونة، يعني أفضل. كوباية من السمنة على النص كيلو الكنافة، وتبتدي تقلبيهم كويس، طاسة على النار هتنزلي بيهم، وخدي بالك حاولي تهدي النار علشان خاطر يعني نار أعلى من الهادية، يعني أقل من المتوسطة، وإيدك فيها على طول عشان ما تتحرقش منك. دي خطوة اختيارية، ممكن ان انت تحطيهم في صينية وتفرديهم وتحطيهم في الفرن وتقلبيهم كل شوية، يبقى نار من فوق ومن تحت، يعني معاكي دي او معاكي دي. وبعدين هنعمل الكريم شانتيه. كريم شانتيه هنا معانا كوباية من الكريم شانتيه، كوباية لبن تكون متلجة، ومعانا 3 معالق من السكر البودر. هنا انا الكريم شانتيه هنا كان معايا خام، لكن لو محلى طبعا هتستغني عن فكرة السكر او خطوة السكر معاكي. دي افضل طريقة بصراحة او نتيجة انا وصلت بيها، ان انا هضرب الكريم شانتيه معايا هيطلع ايه اسرع من غير ما اضرب كتير. وما بفضلش المية هنا، لان المية بحس ان هي بتضيع طعم الكريم شانتيه. وممكن برضو تستغني عن الكريم شانتيه وعن اللبن خالص وتستخدمي كريمة الخفق، طبعا كريمة الخفق بتاعت الحلويات. هنضرب هنا لغاية ما يتمسك معاكي ويبقى كويس، يعني يبقى ماسك نفسه ما يبقاش سايب كده. ورشة من الفانيليا او كيس من الفانيليا، واضربي كويس. اقل من 5 دقايق هيبقى معاكي لو مشيتي على الخطوات مظبوطة. هنا خلصنا الكريم شانتيه وهنبتدي بقى نزين الكنافة معانا. هنا الكنافة طبعا كانت بردت، وزيني بقى، زيني في كاسات، زيني في اطباق، في بولات، زي ما تحبي. وهنا الخطوة دي برضو اختيارية، بس هنا عشان تدي طعم افضل